عاوز يبقى معاك فلوس كتير؟ تعال أقولك على حاجة ناس كتير لسه مش مستوعباها. الموبايل اللي في إيدك ده كنز فعلاً، وممكن يكون سبب رزق ليك وليه عمرك. عمرك فكرت إنك ممكن تشتغل من بيتك ومن موبايلك بس؟ أنا زمان كنت فاكرة إن أي حد بيكسب من الإنترنت لازم يكون خبير أو عنده معدات غالية أو يعرف حاجات معقدة جداً، لكن مع الوقت اكتشفت إن الموضوع أبسط من كده بكتير. دلوقتي ناس كتير جداً بدأت من موبايل عادي وبأفكار بسيطة جداً. تقدر تعمل صفحة على الفيسبوك أو قناة على اليوتيوب وتعمل محتوى حتى بالذكاء الاصطناعي. ولعلمك تقدر تحقق الأرباح بسهولة، بس اشتغل بجد. وفي ناس فعلا قدرت تكبر صفحاتها وقنواتها وتوصل لعدد كبير من الناس. والأجمل إنك مش محتاج تبدأ محترف، ابدأ بأي حاجة بسيطة، ومع الوقت هتتعلم واحدة واحدة. ممكن تعمل فيديوهات قصيرة أو أفكار خفيفة أو حتى محتوى بسيط جدا والناس تحبه وتتفاعل معاه. وأهو أغلب الفيديوهات اللي بتشوفها دلوقتي بدأت بفكرة بسيطة جدا. وأكبر غلط إنك تفضل مستني الوقت المناسب أو مستني تبقى محترف الأول، لأن الحقيقة إن أي حد ناجح دلوقتي كان في يوم من الأيام مبتدئ. والموبايل اللي في إيدك ده ممكن يكون بداية لحاجة كبيرة جدا لو استغلته صح. ومش شرط تكسب بسرعة، بس المهم تبدأ وتجرب وتكمل وما تزهقش من أول مرة. ومع الوقت هتلاحظ إنك بتتطور وأفكارك بتكبر والناس بدأت تعرفك وتتابعك، ويمكن يبقى عندك دخل من غير مرمطة شغل ومواصلات كل يوم. ودلوقتي أي حد يقدر يعمل محتوى بفيديوهات بسيطة جدا زي اللي قدامك على الشاشة دي، ومع الوقت ممكن توصل لناس كتير ويتحول الموضوع لدخل حقيقي. فلو حابب أو حابة أشرح لك تبدأ منين خطوة بخطوة، وإيه البرامج اللي ممكن تستخدمها، وإزاي تطلع أفكار بسهولة، اكتب في الكومنت ابدأ إزاي. ليه سايبين الغطا مفتوح؟ فاكرين الكوبايات التانية الغصبانة دي هتعمل معاكوا حاجة؟ اللي قال إن البرتقان والجزر عشان النضارة وبس؟ دينا جيت. إيه البهتان ده؟ أنا لب جلوس. انت فاكراني سندوتش تخمسوا فيه؟